أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك.